يلا بينا نصلي على النبي ونعرف يعني ايه كوكسيديا. الكوكسيديا دي حاجة بتيجي للفراخ البيضة. امتى نعرف ان عندها كوكسيديا ويعني ايه كوكسيديا وايه هو علاج الكوكسيديا؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي بالتفصيل في فيديو النهاردة. يلا بينا كلنا نصلي على النبي علشان نعرف ايه موضوع الكوكسيديا ده. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك واشتراك في القناة. يلا بينا نخش بقى في الموضوع. زي ما انتوا شايفين كده البراز المدمم ده، زي ما انتوا شايفين بصوا عامل زي رغاوي كده بإسهال اهو ومدمم، شايفين؟ واوقات بيبقى دم صافي كده زي ما انتوا شايفين كده بيبقى فيه كوكسيديا. طب كده احنا عرفنا ازاي نعرف ان الفرخة عندها كوكسيديا. طب ايه هي بقى الكوكسيديا دي؟ لو عايزين تعرفوا علاج الكوكسيديا جروا الفيديو واعرفوا العلاج وخلاص تمام كده. لو عايزين تفهموا يعني ايه كوكسيديا عشان بعد كده تبقوا عارفين لما الفرخ يبقى عنده كوكسيديا وعايزين تعالجوه ازاي وكل التفاصيل دي، خليكم معايا في الفيديو. عايزين تجروا الفيديو وتجيبوا الدواء مرة واحدة مفيش اي مشكلة، تمام. ولو انتوا لسه باقيين معايا في الفيديو بقى، كوكسيديا دي عبارة عن فطريات وديدان. جت منين بقى الفطريات والديدان دي؟ جت من بلل الفرشة، ولما تبرزوا كتير عليها فأكلوا البراز فعمل عندهم ديدان وكوكسيديا. ده ناتج عن وساخة الفرشة. فعشان كده يا جماعة يا ريت النظافة ثم النظافة. طبعا انا كانت حاصله ظروف ما يعني فالفرشه اتبلت مني، عشان كده طلعت انصحكم ان انتوا دائما تخلوا الفرشه ناشفه ونظيفه. حلو الكلام لحد كده؟ حلو الكلام. قلنا عباره عن فطريات وديدان جت من بلل الفرشه، دخلت امعاء الفرخ فبالتالي قعدت تنهش في الامعاء. بالمناسبه ده علاج الكوكسيديا اهو، الجرعه هقولها لكم في اخر الفيديو. ولو عايزين تعرفوا جروا الفيديو زي ما قلت لكم. ده اهو بيتحط الصبح والتاني بالليل، او ده بالليل والتاني الصبح، مفيش اي مشكلة، تمام. احنا وصلنا لحد ما قلنا انها ديدان بتاكل في امعاء الفرخة هي والفطريات. طبعا الدم ده ناتج عن ان خلاص الامعاء بقت منتهكة من كتر ما هم قعدوا ياكلوا فيها، فبالتالي نزل براز مدمم واتعمل لهم اسهال. طبعا ده خطر على الفرخ جدا الاسهال ده، لانه ممكن يخسسوا والدورة كلها تضيع بسبب الاسهال والكوكسيديا. هنعمل ايه؟ طبعا نروح للطبيب البيطري فورا، هيدينا الدواء ده ان شاء الله باذن الله. في فيديوهات كتير بتقعد تقول حطوا شيح، حطوا مش عارف ايه، انا الحاجات دي كلها انا ما جربتهاش. انا رحت للطبيب البيطري لان هو ده الاختصاص، كل شيء روحوا لاختصاص. ولكن لو عندكم نفس الحالة دي، هو الدواء اللي انتوا شفتوه ده هو علاج الكوكسيديا القاضي الناهي. طب انت عرفتي منين ان هو القاضي الناهي؟ لان انا صورت الفيديو ده من 5 ايام وما زعتوش غير لما الدواء عمل نتيجة بإذن واحد أحد إن شاء الله. هتعمل نتيجة هايلة مش هتتخيلوا. بصوا الفرشة كانت عندي كلها براز مدمم زي ما انتوا شايفين كده. طيب عملنا ايه بقى؟ جبنا الدواء اللي انتوا شفتوه ده، خدنا معلقة من معالق الشاي ومليناها من الدواء على لتر مية. مليناها من كيس واحد فيهم على لتر مية وحطيناها لهم. اول ما تخلص لو كنتوا لسه الصبح حطوا منه تاني، لو كنتوا بالليل حطوا من الكيس التاني. يعني ايه؟ يعني واحد الصبح وواحد بالليل. طب افرض احنا بنملى مية كتير، لا ما تملوش مية كتير علشان انتوا دلوقتي بتدوا دواء. يبقى لتر مية على معلقة شاي من الصغيرة من الكيس الاحمر مثلا. خلاص خلص اهوت، هنجيب لتر مية على معلقة شاي من اللي هو الدواء الابيض وهنحطها. حلو الكلام. طيب وبعدين لمدة 5 ايام متكررين، 5 ايام وانتوا بتحطوا من الدواء ده متكررين كده ورا بعضهم صبح وليل صبح وليل، ان شاء الله باذن الله مش هتلاقوا ولا اي حاجة من ده كله. وانا ان شاء الله الفيديو الجاي هتشوفوا الفراخ الحمد لله بفضل الله بفضل الله بعد ما خفت من الكوكسيديا وما بقاش عندها اي حاجة. وده كله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الدواء اللي قدامكم ده اهو. خدوه سكرين شوت زي ما انتوا شايفين كده، ده الاحمر والتاني الابيض. خدوا من ده معلقة على لتر مية وبعد ما تخلص المية خدوا معلقة من ده على لتر مية وهكذا. وطبعا ما تحطوش الصبح، يعني لو انتوا حاطين لتر مية على معلقة من ده وكنتوا الصبح والمية خلصت، خدوا منه تاني برضه وحطوا لحد ما يجي بالليل حطوا من دي. تخلص المية حطوا من نفس الدواء اللي انتوا كنتوا حاطين منه لو انتوا لسه في فترة الصبح، وبرضه فترة الليل وهكذا. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة، واللي
مشترك يفعل زر الإشعارات عشان يوصله كل جديد. إن شاء الله قناتي تكبر بيكم وليكم، والسلام عليكم ورحمة